ماشي انا بقابل مثلا شباب كتير ممكن يكون مستواه المادي كويس، ما عندوش عقبه ماديه، لكن سنه مثلا كبير ومش مش متجوز. مش عايزه اتربط، مش عايزه حد يقعد يقول لي ما تروحش وما تجيش، محتاج اعيش حياتي، محتاج اقفل شويه حوارات، محتاج اسافر، حاجات كتيره ليها علاقه بان هو ما يبقاش يعني كونسترينت، يعني متقفل عليه يعني. صح، في بعض الناس كده، وفي بعض الناس برضو من باب انه يكبر قوي مساله الشغل والكارير، وان انا مركز فيه، عايز ابني في طريق، عايز اوصل لحاجه الاول كده يعني. ده لو هو ما عندوش مشكله في الفلوس، لو بنفكر نتكلم في طيب في الشهوه، هو عنده شهوه بيعمل فيها ايه؟ مش عارف. لا انا عارف عادي جدا، بيعمل عادات سريه وبيتفرج على حاجات اباحيه. ما هو او لو مفتوح له حاجه او بيزني بقى، او لو مفتوح له حاجه اكبر من كده. ما ينفعش يبقاش بيعمل كده والله، يبقى انا عارف، يبقى ما انا سوبرمان. مش عارف هو ايوه يعني انت قصدك مش عارف بيحل الازمه ازاي. أيوة. انما هو في الاخر عنده ازمه. لا هو عنده ازمه كده كده وبيحلها. يعني هو يعني الفكره ان هو شاف طريق تاني. بالظبط كده. يعني هو الفكره ان هو عدل عن الطريق اللي ربنا سبحانه وتعالى اختاره له، اللي هو الطريق الحلال اللي فيه الاجر وفيه الثواب. النبي عليه الصلاه والسلام قال في بضع احدكم صدقه. قال وصلى اياتي احدنا شهوته ويكون له فيها اجر. قال ارايتم لو وضع في حرام كان عليه وزر، كذلك لو وضع في حلال كان له اجر. فيبقى هو الانسان المسلم اختار طريق تاني يصرف فيه الشهوه، فما بقاش حاسس بالازمه دي. مظبوط. لان الشاب الطبيعي اللي بيحاول يتعفف اكيد هيبقى عنده ازمه. ايوه ما ده طبيعي، هو عنده ازمه. وهو الجواز يعني هو مش مساله والله يا ابني لو حابب، هو مساله ده حل الازمه هتحصل لو انت ما رحتلوش. فبالتالي حتى ممكن يبقى حكمه في واحد بقى واجب لازم خلاص، ما دينه بيفسد. ما هو انا مش متصور ان حد، مش هقول بيزني، ان حد متخيل ان ده حل، ان انا خلاص البورن تمام وانا مش عارف ايه عشان بس ايه ما اضطرش اتجوز واخش في الدوامه بتاعه الجواز. يعني ده يعني انا مش متصور ان في ناس بيبقى عندها 35 37 40 مش عارف ايه متصورين ان هم كده تمام، فاهم؟